لم تكن تظن أن عيون القانون التي كانت تمثلها ستكون هي ذاتها التي تترصد حركاتها في ليلة لم تحسب لها حسابا. من قلب مدينة فاس العريقة انطلقت شرارة قضية هزت الرأي العام المغربي، بطلتها ضابطة الشرطة ومسرحها منتجع مولاي يعقوب الشهير. كانت هذه المرة لم يكن الحضور للاستجمام، بل كان السقوط في فخ الخيانة الزوجية. فما الذي حدث بالضبط خلف أسوار المنتج؟ وكيف تحولت حامية القانون إلى متهمة خلف القضبان؟ البداية لم تكن والدة الصدفة، بل كانت نتيجة شكوك بدأت تنهش عقل زوج الضابطة التي تعمل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس. راقب تتبع، وعندما تأكدت هواجسه قرر سلك الطريق القانوني بتقديم شكاية رسمية إلى النيابة العامة. تحركت عناصر الدرك الملكي بسرعة وحزم بصفتها الضابطة القضائية المختصة مكانيا في منطقة مولاي يعقوب هناك وبالقرب من الحامة. تمت المداهمة التي أسفرت عن توقيف الضابطة رفقة شخص آخر في وضعية تلبس تضع الكثير من علامات استفهام حول العلاقات غير القانونية. الصدمة كانت مزدوجة، فكلا الطرفين متزوجان، مما جعل القضية تأخذ أبعادا أخلاقية وقانونية معقدة. إخواني أخواتي، وهنا يأتي المنعطف المثير في القضية. فبينما استطاع الشريك استعادة حريته بعد تنازل زوجته عنه في اللحظة الأخيرة، وهو حق يكفله القانون المغربي ليسقط المتابعة في الخيانة الزوجية، وجدت الضابطة نفسها وحيدة أمام مصيرها المحتوم. زوجها الذي حرك الدعوة رفض التنازل ليصدر وكيل الملك أمره الصارم بإيداع السجن المحلي بوركايز. هذا القرار كان مهما. شكرا لكم والسلام عليكم.